النهاردة هنتكلم عن أغرب طرق السرقة اللي حصلت قدام الكاميرات، من لصوص أذكياء جدا للصوص أغبى بكتير مما تتخيل. وبجد المواقف اللي هتشوفوها النهاردة مش بس هتفاجئكوا، لكن أكيد هتتعلموا منها. أنا محمود المغربي، ما تنساش دعمك للفيديو بلايك والاشتراك في القناة. صلى على الحبيب ويلا بينا نبدأ الفيديو. في اللحظة اللي كانوا بيتصوروا فيها حظهم كان اسود بمعنى الكلمة. فجأة جه حرامي وخطف الموبايل. الشخص ده خلى صاحب المطعم مشغول في شغله واستغل الفرصة وسرق الموبايل بتاعه، ورجع مكانه كأن مفيش أي حاجة حصلت، وقعد مستني طلبه يجهز علشان ياخده ويمشي. لكن صاحب المطعم شك فيه وبدأ يدور على الموبايل في المكان اللي كان سايبه فيه، ولما ملقاهوش شك في الشخص اللي قدامه وسأله عليه. وهنا بقى الحرامي عرف إن الكاميرات كانت بتصوره فحاول إنه يهرب، لكن صاحب المطعم كان أسرع منه ووقفه وطلب المساعدة من الناس، وفي الآخر مسكوه وفحصوا الكاميرات واتأكدوا إن هو اللي سرق الموبايل فعلا. أظن مفيش نحس أكتر من كده. الشخص ده جه يسرق العربية وبسبب إن الإزاز متفيم اتفاجئ إن صاحب العربية جواها. Excuse you. ده أنت حظك نحس أوي. هتشوفوا هنا بالفعل أذكى 2 حرامية استغلوا انشغال صاحب المحل في البيع وفضلوا مستنيين اللحظة المناسبة علشان ينفذوا خطتهم. الحرامي الأول بدأ إن يشغل صاحب المحل علشان يدي فرصة للحرامي التاني إنه يتحرك بحرية، وفي اللحظة الصح الشخص التاني بدأ يتحرك بهدوء لحد ما وصل للشنطة وفتحها بسرعة وسرق اللي جواها. وبمنتهى السهولة الاتنين مشوا من غير ما أي حد يحس بأي حاجة. اللي حصل هنا واحدة من أذكى خطط السرقة اللي ممكن تشوفها. الشخص ده دخل محل المجوهرات وعمل نفسه زبون عادي، لكن المفاجأة لما جه خارج قطع الكيس اللي كان في ايده. وطبعا صاحب المحل بطيبة قلبه راح علشان يساعده، وفي اللحظة دي صاحبه التاني دخل المحل بسرعة وسرق كل اللي في الخزنة. ولما صاحب المحل رجع اكتشف ان كل حاجة اختفت للأسف. عاوزكم تشوفوا هنا لحظة ما الحرامية دي حاولوا يسرقوا فيها شنطة الطبيبة السودانية، لكن بفضل ربنا ولحسن الحظ أهل القرية كانوا موجودين في الوقت المناسب وقدروا يساعدوها ويطردوا الحرامية. تخيلوا هنا كمية الناس اللي كانت موجودة، لو كانوا مسكوهم ساعتها كان ايه اللي ممكن يحصل. بطريقة غريبة وذكية جدا الست دي قدرت تسرق اللي عاوزاه من غير ما أي حد ياخد باله. الأغرب من كده إنها استنت اللحظة المناسبة وحطت الحاجة المسروقة في مكان مجهز مخصوص في لبسها، وكأنها مخططة لكل حاجة. الشخص ده بصراحة أنا بحسده على ذكائه. في اللحظة دي طلب من صاحب المحل جهازين علشان يشوفهم ويشتريهم، وبكل هدوء دفع الفلوس عادي. لكن المفاجأة إن سحب واحد منهم بسرعة واستبدله بعلبة تليفون تانية فاضية كان جايبها معاه في الشنطة، وبعدها بكل هدوء طلب يرجع الأجهزة وياخد فلوسه تاني. الاتنين دول أول ما دخلوا المحل ساعة ما تشوفهم هتقول عليهم زباين عاديين وعمرك ما هتشك إنهم حرامية، لكن اللي عملوه أثبت إنهم محترفين بجد. في لحظة انشغال صاحب المحل نفذوا خطتهم وسرقوا اللي عاوزينه بكل هدوء. يا ولاد الجنية، ده عاملين مخبأ في حتة أجهزة السرقة ذات نفسها مش هتقدر توصله، وده اللي سهل عليهم المهمة وخلاهم يخرجوا وكأن مفيش حاجة حصلت. الراجل ده وهو في محطة البنزين اتفاجئ بعربية واقفة جنبه ونزل منها عدد كبير من الحرامية، بس الراجل ده كان أذكى منهم بكتير، مسك مضخة البنزين هنا ورشهم بيها، وهنا ما لقوش حل غير انهم يهربوا بأقصى سرعة. الشخص ده وهو بيحاول يسرق المكان فجأة لقى نفسه في مواجهة أفعى. قد ايه كان حظه نحس في اليوم ده. بجد ده أول مرة أشوف سرقة بالطريقة الكوميدية دي. صاحب المحل ربنا رزقه بشوية ستات حرامية، كان حاسس إن في حاجة غلط بس خد اللي عاوزينه بذكاء شديد، رغم إن كان ماشي وراهم في كل حتة. لكن دول مقسمين نفسهم لجزئين علشان ما يخليهوش مركز معاهم. بجد حظه كان نحس قوي. لو كانوا قعدوا دقيقة كمان في المحل كان هيكنسوا المحل حرفيا، وفي الآخر خرجوا باللي سرقوه وهو مش واخد باله خالص. زي ما في حرامية أغبياء في كمان حرامية أذكياء جدا، زي الست دي استخدمت ذكائها إنها تحط الشنطة قدامها علشان تخفي اللي بتعمله، وفي نفس اللحظة استغلت انشغال التاجر مع الزباين وسرقت المجوهرات بسرعة وقدرت تخرج بيها من غير ما حد ياخد باله خالص. الحرامي ده طلع ذكي جدا، كان مستني اللحظة اللي العربية هتقف فيها، وأول ما جت الفرصة خطف العقد من السيدة وهرب في ثواني.
من المواقف اللي بتزعل بجد هي لحظة السرقة اللي حصلت دي، ولو ركزتوا هنا هتلاقوا ان الشخص اللي اتسرق باين عليه غلبان جدا، لكن للأسف حظه الوحش خلاه يقع مع الحرامية دول. الشخص ده دخل المحل وعامل نفسه زبون عادي، وبدأ يسأل عن حاجة وصاحب المحل بكل هدوء راح يجيبها له، لكن فجأة الحرامي استغل الفرصة وخطف جهاز من الرف، وفي الوقت المناسب قدر يمسكه قبل ما يلحق يهرب، وعينك ما تشوف الا النور، وانتوا بقى عارفين الباقي. ضابط الشرطة هنا فضل يطارد الشخص اللي راكب الموتوسيكل ده لمسافة طويلة ووقت طويل جدا، ولما لقاه انه مصر على الهروب شك هنا انه ممكن يكون سارقها، وبعد مطاردة متعبة قدر في النهاية انه يقبض عليه. من اغبى الحرامية اللي ممكن تشوفهم النهاردة هما الاتنين دول، دخلوا يسرقوا الأجهزة بكل ثقة، لكن واحد فيهم لمح الكاميرات وهي بتصورهم. بس الغريب هنا إنهم سابوا كل حاجة وخرجوا، والأغرب إنهم رجعوا تاني بس مغطين وشهم. طب يا زكي، والهدوم اللي انتوا مغيرتوهاش دي هتعملوا فيها ايه؟ يعني نفس اللبس ونفس الحركة ونفس الغباء، بجد مفيش أغبى من كده. عاوزكم تركزوا هنا في سرعة الاتنين دول في السرقة. اللي عملوه هنا بصراحة يخلوهم يدخلوا موسوعة جينيس للأرقام القياسية. الواد ده طلع حرامي، بس حرامي محترم. بدأ هنا يعمل نفسه بيفحص كاميرا الموبايل، وبمجرد ما حس ان الناس اديته الأمان اختفى من قدامهم في ثانية واحدة. يا ابن اللعيبة. مندوب التوصيل ده وصل الطرد قدام البيت، وبعدها بشوية الست دي بدأت تراقب المكان علشان تسرقه، لكن من سوء حظها صاحبة البيت خرجت في اللحظة المناسبة وقدرت تمنعها قبل ما تنفذ خطتها. الاتنين دول أول ما تشوفهم هتقول مستحيل يكونوا حرامية، لكن بصراحة طلعوا أذكياء جدا، وفي نفس الوقت أغبى حرامية شفتهم. استغلوا هنا لحظة غياب الموظفة وسرقوا الموبايل من على المكتب، لكن المشكلة إن صاحبه اكتشف إن في كاميرات بتصورهم، بس في النهاية قدروا ياخدوا الموبايل ويهربوا بيه. الست دي بالفعل لعبتها بذكاء شديد، وصاحب المحل طلع غلبان وما خدش باله من اللي حصل. في اللحظة اللي طلبت فيها تبدل الذهب اللي معاها بحاجة تانية، استغلت انشغال صاحب المحل ونفذت خطتها، وبحركة سريعة جدا قدرت تسرق الفلوس اللي كانت موجودة في الدرج من غير ما أي حد يحس بأي حاجة. وبعد كده كملت تمثيلها وكأن الموضوع عادي، دفعت تمن الذهب ومشيت براحتها وكأن مفيش أي حاجة حصلت. صاحب المحل هنا طلع غلبان جدا. المجموعة دي دخلت عليه علشان يشتروا تليفون، وبدأوا يسألوه عن إمكانياته ويشغلوه بالكلام، وفي الوقت ده واحد منهم بدأ يلف بهدوء وقدر ياخد جهازين من المعروضين. والغريب إن صاحب المحل ما حسش بأي حاجة، وفي الآخر نجحوا في خطتهم وهربوا من غير ما أي حد ياخد باله. الشخص ده استغل عدم وجود الست اللي شغالة في المكان وبدأ يدور على أي حاجة يسرقها، وبالفعل لقى المحفظة اللي فيها الفلوس وأخدها بسرعة. لكن لسوء حظه الست رجعت في اللحظة الغلط بالنسبة له. الغباء الحقيقي هنا إنه متحركش من مكانه على طول، وده خلى الست تلاحظ إن الفلوس مش موجودة في مكانها، فشكت فيه وطلبت منه يقف، لكن قرر يجري علشان يهرب. وبسبب شجاعتها طلعوا وراه وقدروا يقبضوا عليه في النهاية. وبعد اللي حصل فضل يترجاها علشان تسيبه، لكن أكيد بعد اللي حصل ما ينفعش تعمل كده. الاتنين دول فكروا بذكاء علشان يقدروا يسرقوا اللي عاوزينه، واعتمدوا على انهم يلهوا صاحب المحل بالطلبات اللي هم عاوزينها، وده عن طريق ان واحد يتكلم مع صاحب المحل علشان يخليه يبعد عن المكان، وفي الوقت ده التاني كان بينفذ خطة السرقة. ورغم انهم خدوا وقت طويل في تنفيذ خطتهم، لكن في الاخر نجحوا وهربوا من غير ما حد ياخد باله. في الوقت اللي كان الشخص ده ماشي هو والكلب بتاعه، جه اتنين من الحرامية وحاولوا انهم يسرقوه، لكن رد فعل الكلب بتاعه هنا قدر ينقذه في الوقت المناسب، وتسبب ان الحرامية يهربوا بسرعة. رغم ذكاء صاحبة المحل، اول ما شافت الناس دي داخلين مرة واحدة شكت فيهم على طول وقالت اكيد حرامية، فحاولت تطردهم، لكن طلعوا اذكياء جدا، لدرجة ان حتى البنت الصغيرة اللي معاهم بدأت تسرق الفلوس من الدرج. ولما خلصوا واتأكدوا ان كل حاجة تمام خدوا بعضهم ومشوا من غير ما حد ياخد باله من اللي حصل. في الوقت اللي العربية دي دخلت فيها كان وراها عربية تانية فيها مجموعة من الحرامية متابعينها، حاولوا يهددوا الشخص اللي كان فيها علشان ينزل،
لكن الشخص اللي كان جواها طلع شجاع جدا. وهنا الحرامية اتوتروا جدا وخافوا لدرجة انهم قرروا يهربوا ويسيبوا عربيتهم. قد ايه الشخص ده كان شجاع وذكي جدا. بسبب ذكاء الموظف قدر يكتشف ان البنت دي بتحاول تخدعه لما حاولت تشتري بفيزا معلهاش اي رصيد، وبمجرد ما رجع لها البطاقة حاولت تهرب بأي شكل، بس في النهاية فشلت انها تهرب. وللأسف وصلنا لنهاية الفيديو، لكن الأوقات اللي دايما بقضيها معاكم بتكون من أحلى وأجمل الأوقات، وساعتها بكون مبسوط جدا. وياريت ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتشوف باقي الفيديوهات على القناة. أشوفكم بخير، سلام عليكم.